وزي ما انت شايف كده يا صديقي طبعا داخله مشابهنا جدا ومديه اللعبه لمسه خرافيه. السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون في احسن حال. اهلا بيك في فيديو جديد، معاك احمد من قناه الدك. صلي على النبي ودوس لايك للفيديو واشترك في القناه. وفيديو النهارده بالصحاب عن لعبه ريال فوتبول، النسخه الاصليه بتاعه متجر بلاي. في نسخ كتير للعبه بس دي معدله من جانب مطورين على اليوتيوب. فالنهارده جايب لك النسخه الاصليه اللي على جوجل بلاي، وبعد كده هنجيب النسخه بتاعه المطورين. ناس كتير تعرف اللعبه وناس كتير ما تعرفهاش، والناس دي انا واحد منهم، لكن النهارده هنشرح اللعبه للكل. حقيقة اللعبه فيها مميزات كتير وهقولها لك دلوقتي، بس خليني دلوقتي اقول لك ان موجود على القناه طريقه اضافه طقم باريس الجديد لدريم ليج 2019، وكمان طقم السيتي وبرشلونه. فلو حابب تضيف اي طقم لبرشلونه او السيتي او باريس ادخل على القناه هتلاقي الطريقه موجوده. وبرضه لو قلبت في القناه هتلاقي مودات كتير للعبه دريم ليج. نرجع يا صديقي لشرح لعبه النهارده. واجهة اللعبة جيدة جدا وبسيطة، وكل قائمة محطوطة في مكانها الصحيح، يعني مش هتلف وتدور على أي حاجة، لأن كل حاجة موجودة وتقدر تتحكم في أي حاجة في اللعبة من خلال الواجهة الرئيسية. أول قائمة على الشمال دي يا صاحبي هي خانة الموسم أو الدوري العام اللي بتلعبه، وهنا هتدخل في دوري صعب جدا وهدفك هنا احتلال المركز الأول، لأن هتاخد مكافآت بأرقام مختلفة على حسب مركزك في الدوري. تاني خانة وهي خانة النادي، والخانة دي هتكون خاصة بفريق، يعني تقدر تعدل في خطة اللعب وكمان تدرب لعيبتك وتعلي الأوفر بتاعها. وموجود برضه الاستاد تقدر تطور فيه، بس ده هيتفتح معاك عند الوصول للليفل العاشر. وآخر حاجة صعبة في القائمة دي وهي الانتقالات، هتقدر تشتري وتبيع لعيبة من خلال السوق الموجود عندك دوت، بس برضه هيتفتح في الليفل ال 15. نرجع للواجهة الرئيسية، وعندك هنا خانة اليانصيب أو الباكجات اللعب، وهنا هتقدر تفتح باكجات مجهولة وهيجي لك من خلالها لعيبة عشوائية من أي دولة. المميز هنا إنك تقدر تفتح باكجات على حسب الكوينز اللي معاك، يعني لو معاك 50 كوينز هتقدر تفتح باكج 4 نجوم، لكن لو معاك 100 كوينز هتقدر تفتح على باكج 5 نجوم، وتقريبا ده أحسن باكج لأن هيجي لك لعيبة نوعا ما حلو. كده شرحنا القوائم الخاصة باللعب. هنيجي بقى تحت على الشمال كده وهتلاقي خانة اسمها اجتماع. ايوه يا زميلي، هو اللي في دماغك. تقدر تلعب هنا بالصحاب مع اصدقائك وتكون صداقات في اللعبه، وهتقدروا تبادلوا هدايا من بعض. حاجه ما كنتش متوقع انها تكون موجوده في لعبه بحجم 30 ميجا، لكن اللعبه قدرت تعمل ده، خصوصا ان لعبه بيس لسه مش قادره تعمل تكوين الصداقات داخل اللعبه، فدي حاجه مميزه جدا وتتحسب للمطور بصراحه. هنخرج بقى من الخانه دي وندخل على خانه المهام، وده بالصحاب مليانه مهام يوميه وانجازات هتساعدك في تخطي المستوى بشكل سريع. وتالت خانه تحت بالصحاب وهي خانه الخيارات، ومن خلالها تقدر تربط حسابك في اللعبه بكل سهوله. يعني لو قويت حسابك وخايف انه يروح عليك، كل اللي عليك انك هتضغط على الاتصال مع الفيسبوك او الاتصال مع جوجل، بعدها تقدر ترجع حسابك في اي وقت. وكمان هتقدر تعدل في طريقه التحكم الخاصه بيك على عدلتك، يعني شوف هتخلي زرار الضغط فوق والسبرنت تحت ويبقى عدلها براحتك. بعد ما شرحنا الواجهه الرئيسيه بالكامل هتسحب الشاشه كده على ناحيه الشمال، وهنا هتخش في الاوضاع الاونلاين. هتقدر تلعب ضد ناس حقيقيين من خلال البحث العشوائي في اللعبة، وكمان موجود في وضع المباراة الودي، وهتلعب هنا مباراة ودية بأي فريق داخل اللعبة، ومتاح عندك في اللعبة الدوريات الخمسة الكبرى كل منتخبات العالم. وآخر حاجة في قوائم اللعبة يا صاحبي وهي البطولات القارية. موجود عندك هنا بطولتين وهما البطولة الأوروبية وكأس أمريكا، ودول بتفتحوا في الليفل التام، يبقى اكتشفهم بنفسك. كده شرحت لك اللعبة بالكامل، تعالى ندخل بقى على باقي المميزات. اللعبة باللغة العربية بالكامل، وده حاجة مريحة جدا لكتير من الناس، وكمان اللعبة موجود فيها كل المنتخبات. في حاجتين يا صاحبي مش عاجبيني في اللعبة، وأول حاجة وهي أسماء اللاعبين مش حقيقية خالص، وكمان أسماء الفرق، وده لأن اللعبة مش متعاقدة مع نادي ولا أي لاعب. وتاني حاجة وهي إن اللعبة مش موجود فيها زر لتعديل فريمات اللعبة. أنا عارف إن جرافيك اللعبة عامل زي جرافيك لعبة اليابانية، لكن أهو لازم نستعرض اللعبة. ولحد هنا يا صاحبي يكون خلص فيديو النهاردة، ما تنساش تشترك وتفعل جرس التنبيهات على الكل، ورابط اللعبة هيكون موجود في الوصف.